مرحبا بكم في الجزء الثاني من مستذئبين التاريخ. تحدثنا في الجزء الأول عن جايل غارنر الفرنسي وأمانويل بلانكو الإسباني. جين غرنير جرو الذئب. في جنوب غرب فرنسا عاش صبي يدعى باسم جين غرنير ويبلغ من العمر 13 عاما. تلك المزرعة التي عاش فيها جين كانت منحوسة، فبمجرد مرور الأطفال من المزرعة فإنهم يختفون بشكل غامض ولا يترك لهم أثر. وفي مرة قد اختطف طفل من سلته بينما أراحت أمه نظرها لوهلة بسيطة، لم يكن أحد يشك بأي شيء ولم توجه أصابع الاتهام إلى أحد. لكن لاحقا وأثناء رعاية قطيع الأبقار التقى جين بفتاة جميلة تعمل معه عمرها 18 عاما، وأخبرها جين أنه يرغب بالزواج منها، فضحكت عليه وسخرت منه، بل وأشارت إلى منظره القذر، فرد عليها بأن تلك الأوساخ هي بقايا جلد عالقد حينما تحول إلى ذئب الليلة الماضية. ضحكت الفتاة وظنت أنه يمزح، حتى بدأ يحدثها عن مغامراته الغريبة، حيث إنه قال: أنا جزء من قطيع ذئاب مكونة من 9 أفراد، وخلال هذا الأسبوع قمنا بعدة عمليات صيد داخل المزرعة. إن طعامي المفضل هو لحم الأطفال، فهو شهي ولين للغاية. وبمجرد سماع تلك الكلمات هربت الفتاة راكضة إلى الشرطة لتخبرهم بكل شيء، وحينما قبضوا عليه لم يقوم بإبداء أي مقاومة، وفي الواقع اعترف دون أن يتعرض لأي نوع من أنواع التعذيب، بل وحكى لهم قصة حياته كاملة. ولد جين بالعام 1590 لأب سكير. لقد كان والده يضربه باستمرار وعلى أتفه الأسباب، ولم يكن ضربا بسيطا بل كان ضربا قاسيا جدا. ولم يعد المسكين جين قادرا على التحمل أكثر، فهرب خارج المنزل، وسرعان ما وجد المسكين نفسه يتسول بالشوارع حتى يتمكن من الحصول على طعام يسد به جوعه. التقى لاحقا بطفل مشرد مثله يدعى بيرير، وأصبحت علاقتهم قوية، فقام بيرير بإطلاعه على سر يجلب له ألذ أنواع اللحم، وأخذه إلى غابة وجعله يلتقي براهب غريب. قبل الراهب جين، ثم قام بوضع علامة على فخذيه ومنحه فروة ذئب، وقال له أن يصيد بالليل وأن يملأ بطنه الجائعة بما شاء من اللحم البشري. كانت أول ضحية له هي طفلة عمرها 3 سنوات، صادها وأكلها، ومنذ تلك اللحظة لم يعد يستطيع أن ينسى طعم اللحم البشري، وهو لا يتذكر كم ضحية قتل وأكل، ولا يمكنك لومه يا عزيزي المستمع. فتخيل أن تسأل: كم وجبة أكلت في حياتك؟ بالطبع إجابتك لن تكون دقيقة. عرض على المحكمة، لكن القاضي لم يرسله للإعدام نظرا لسنه. كذلك بعد قصة الراهب والعلامة، اعتقد القاضي أن جين مصاب بمس شيطاني، فقام بإرساله للدير حتى يخدم فيه، وحتى يكون بمكان قريب من الله عل المس الشيطاني يخرج منه. لكن هذا لم يحدث، فبعد عدة أعوام أتى شخص لزيارته والاطمئنان على حالته، وانصدم مما رأى. لقد كان الصبي يقف على 4 أقدام داخل زريبة، وكانت أظافره طويلة، وكان يزمجر ويعول كالذئاب. وما أخاف القس
هو أن الصبي كان يركض على أقدامه 4 أسرع من قدميه 2. لم يستطع أحد من الدير أن يقص أظافره أو أن يقوم بمنحه حماما، حيث كان يهاجمهم في كل مرة. أيضا لم يكن يأكل إلا اللحم، وقد اعتقد القس أنه يدعي المرض فقط ليأكل اللحم، حيث أن سعره كان غاليا. بس الأمر لم يكن كذلك، فذلك الصبي لم يكن يأكل اللحم المطبوخ، بل كان يأكله نيئا. توفي جين بالعام 1611 بعمر 21 سنة، كما أنهم لم يعثروا على الراهب الذي غيره إلى ذئب، ولا على الصبي الذي دله على الراهب، مما يعني أنهم من خياله فقط لا أكثر. ثيس، الذئب السويدي، في مدينة ليفونيا السويدية، تقع في لاتفيا حاليا. وبالعام 1692 تم اعتقال مجموعة أشخاص بتهمة سرقة أغراض كنيسة، وقد تم دعوة عدة شهود، وأحدهم كان عجوزا سويديا يدعى ثيس. وبعد نهاية المحاكمة كان ثيس قد قرر أن يعترف بارتكابه لجرائم، وتلك الجرائم كانت بالفترة التي كان فيها مستذئبا، حيث أنه اعترف بمهاجمة المزارع وقتل الحيوانات وسرقتها. فسكان المدينة سبق وأبلغوا السلطات أن هناك حيوانات تتعرض للقتل بطريقة وحشية توحي أن القاتل ذئب، لكن لم يكن هناك أي ذئب بالمنطقة. ومن غير المنطقي أن هناك ذئابا تأتي من المدن الأخرى لأجل الهجوم على هذه المزارع، وكأنها المزارع الوحيدة الموجودة. اعترف ثيس أنه ظل يهاجم ويصيد حيوانات المزارع لمدة 10 سنوات قبل أن يقرر التقاعد، ورغم أنه كان يصيدها بشكل وحشي إلا أنه كان مستذئبا متحضرا، حيث أنه كان يشويها ولا يأكل لحمها نيئا. قال أنه أتى إلى هذه المدينة ولم يملك من متاع الدنيا أي شيء، فبدأ التسول، وكان ينفق كل المال الذي يعطيه أصحاب القلوب الطيبة على اللهو والشرب. وذات مرة التقى برجل مثل حالته، وقد قام بمنحه كأسا من الخمر، أخذ معه نخبا، ومن حينها أصبح بإمكان ثيس حينها التحول لذئب بالليل. كذلك قد تكلم عن شياطين وجهنم وسحر. ونظرا لأنه لم يصد إنسانا واقتصر صيده على الحيوانات، فقد أمر القاضي بجلده ثم نفيه خارج المدينة. أوستن هاروف، الوحش الأمريكي. قد تتوقع عزيزي المستمع أن وجود المستذئبين قد انتهى مع نهاية العصور الوسطى. في الواقع أنت مخطئ، حيث أن هناك مستذئبا قبض عليه قبل عدة سنوات فقط. في العام 2016 عاد طالب جامعي يدعى أوستن هاروف من الجامعة، وبقي في منزل أهله، إلا أن أهله لاحظوا أن هناك خطبا ما فيه، حيث أنه انتقل من غرفته لمستودع السيارات وأصبح ينام فيه، كما أنه تحدث لهم عن أصوات غريبة يسمعها وعن ساحرات ورجال الظل. كان يأتي بالليل ويطرق الباب على غرفة والديه وإخوته ويقول لهم: لا تقلقوا، أنا أتجول بالمنزل ولن يصيبكم سوء. كما أنه كان دائما يبقي الإنجيل بغرفته خوفا من الساحرات. اعتقدت العائلة أن الابن فقد عقله، وربما قرأ كثيرا عن الأساطير والخرافات حتى حدث له ذلك، أو لعله يقوم بعمل خدعة ما.
أو أنه يحاول التدرب على تمثيلية بالجامعة. لم يأبه الأهل كثيرا له، فما كان منهم إلا أن ذهبوا برحلة عائلية لمطعم، وأخذوه معهم للترويح عن أنفسهم. فذهب الأب وزوجة الأب وأخته، ولكن سرعان ما قام أوستن بافتعال مشكلة داخل المطعم، ثم خرج منها غاضبا ذاهبا لمنزل أمه. وبمجرد وصوله للمنزل رحبت به، إلا أنه بدأ بالتصرف بغرابة، حيث توجه للمطبخ وبدأ بشرب كمية كبيرة من زيت الطبخ، فمنعته أمه وذهبت به مجددا للمطعم وطلبت منه أن يجلس مع والده. مرت بضع دقائق من السلام حتى عاود أوستن الشجار، وهذه المرة مع والده، ثم غادر مجددا. اتصلت الأم حينها بالشرطة. أرجوكم ساعدوا ابني، لا أعلم ما الذي جرى له. وطلبت منهم أن يقوموا بمحاولة التحدث لابنها المسكين، حيث أنه كان غريبا ويعاني من خطب ما. وقد استجابت الشرطة بالفعل، لكنها تأخرت، فأوستن كان قد مشى ما يقارب 7 كيلومترات ووصل إلى منزل عائلة ستيفن، عائلة من دون أطفال، وهي الهدف المناسب له. كان الزوج ستيفن يقوم بتمشية الكلب، أما الزوجة ميشيل كانت بالمنزل وحيدة عند باب المستودع. فهجم عليها أوستن وبدأ بأكلها حية، فبدأت بالصراخ، كان يعض وجهها ورقبتها وبدأ بضربها بيديه حتى فقدت الوعي. سمع جارهم جيفري عبر الشارع صراخ المسكينة ميشيل، وحينما هرع لمساعدتها وحاول إيقاف أوستن أعطاه عضة قوية، ثم قام بسحب سكين وطعنه، وبدأ الجار بالنزيف، فهرب إلى منزله وأقفل الباب واتصل بالشرطة. أرجوكم ساعدوني، لقد طعنني أوستن وأقفلت الباب علي ولكنني أنزف. وبعد قليل وصل الزوج للمنزل ورأى زوجته، لكنه لم يفعل شيئا، فسقط على الأرض من شدة الخوف والهلع والمنظر المرعب الذي رآه. عندما وصلت الشرطة لمكان الحادث كان ما رأته يمثل رعبا حقيقيا، فكان الزوج ستيفن ملقى على الأرض في حالة هلع وهو يصرخ: ساعدوني ساعدوني، وعلى عدة أمتار قطعا متناثرة من اللحم البشري، وجثة زوجته يقف عليها أوستن ويأكل منها. فقد فتح فم ميشيل وبدأ بأكل قطع من لحمها وحنجرتها ووجهها، كما أكل عينها وأنفها ومعظم وجهها. حاصر الرجال الشرطة أوستن وطلبوا منه التوقف، إلا أنه نظر إليهم وأصدر صوت عويل. فقاموا بضربه وركله، لكن دون فائدة، فمهما تعرض للضرب وأبعد عن الجثة كان يعود مجددا لاستكمال أكلها. قاموا بصعقه ولم يكن لهذا أي تأثير أيضا، لقد كان يقوم بأكل الجثة وكأنه لا يتعرض للصعق. وعندها قام أحد رجال الشرطة بإحضار كلب للهجوم على أوستن، وحتى بعد أن عضه الكلب وبدأ بالنباح عليه لم يتوقف عن أكل الجثة. مرت عدة دقائق وفشل كل شيء، فسحبوا سلاحهم طالبين منه أن يتوقف عن ذلك وإلا سيقتلونه. فنظر إليهم أوستن بعينين مغرورقتان بالدموع قائلا: أرجوكم اقتلوني، أنا أقوم بأكل البشر. لم تقم الشرطة بقتله، وظلت تضربه حتى أغمي عليه أخيرا بعد عناء طويل، وتم اعتقاله وأجريت عليه التحليلات ليكتشفوا أنه كان تحت تأثير مخدر يدعى THC. مخدر THC هو نوع من أنواع القنب الهندي، إلا أن هذا المخدر يهدئ الشخص ولا يثيره، فمن المستحيل أن يكون سبب قتل أوستن لامرأة عجوز
وأكل جثتها هو هذا المخدر. قامت الشرطة بسؤاله عما جرى، لكنه كان يتحدث عن شياطين وسحر وملائكة، ولذلك تم تحويله للمصحة العقلية، حيث أجرى مجموعة أطباء عدة اختبارات عليه ليتبين أنه مصاب بمتلازمة المستذئب السريري، فحبس بالمصحة. إذا كنت تحب القصص المرعبة، اشترك واضغط إعجاب واكتب رأيك عن المستذئبين، هل لهم وجود في الحقيقة؟